ايوه يا عم، اخويا اللي كان خاربها امبارح بالتويوتا، المنطقه كلها كانت راكبه معاك امبارح. يا عم على النعمة، انت عيل فقر زي الواد سيد. هقول لك انا يا معلم ايه اللي حصل عشان المنطقه العيال الموقف كله. ايوه بقى انا احكي لك اللي حصل بالتفاصيل. بص يا معلم، امبارح في واحد اسمه جعفر الحكومه خدته وهو في السجن، فالمنطقه عنده اتصلوا عليا: يا اسطى اشرف وزير، بقول لك احنا عايزين التويوتا بتاعتك وتودينا لجعفر السجن كده زياره. فقلت لهم انت عددكم كام؟ قالوا احنا عددنا 13. قلت لهم يا جماعه طيب ماشي عناية ليكم، بس تشوفوا لنا واحد 14 عشان نقفل العربيه ناخدها ملاكي كده، اوديكوا ايه لحد السجن بدل ما احمل واحد. فاقول لك يا عم احنا ما معناش غير 13. فواحد في وسط اللي قاعدين من ال 13 قال لهم بس ما ناخد الواد سيد. فلقيت لك التويوتا كلها اتقلبت عليه: يا عم سيد ده عيل فقر، ده سيد ده بومه، ده عمره ما اتحط في اي حاجه غير لما تحصل مشكله او تحصل مصيبه. فانا اتدخلت قلت لهم يا جماعه مالكوش دعوه، تحصل مصيبه تحصل مشكله، اهم حاجه انا اولى بال10 جنيه اللي الراجل هيدفعها ولا ال20 جنيه اجرتي. فقالوا لي خلاص يا اسطى طب هواك هتركبه؟ قلت لهم اه، ما حدش ليه دعوه عشان نقفل العربيه ال 14. فبنبص كده لقينا سايق جاي، لقيت لك الناس عماله تقول لي يا اسطى اطلع احسن بالله عليك. قلت لهم يا جدعان مالكوش دعوه، عربيتي وانا حر فيها. ولقيت لك بقى معلم ايه، الناس كلها راكبه وسيد ده جاي من بعيد. قلت بس خلاص هنقفل العربيه بقى وانا اولى بالراجل ده ونطلع بقى على الزار على طول. فبص اول ما سايق جه لقيته بيفتح الباب، قلت له اركب يا اسطى يلا بسرعه بقى. فقال لي لا اركب اروح فين؟ يلا يا جماعه جعفر طلع من السجن. يا ابن الفاريه.